بس انا عايز اصحح يعني خطأ شائع ان احنا بنتكلم عن بيان الحكومة، رغم انه وفقا للدستور الجديد احنا قدام برنامج للحكومة مش بيان. والفرق ما بين البيان اللي احنا يعني سمعنا منه يعني انه كلام شعارات وكلام جميل ممكن يقولوا رئيس الحكومة الحالي والسابق واللاحق، ويقولوا اي رئيس حكومة او حتى يقولوا اي يعني مواطن عادي. اما البرنامج فهو اجراءات مرتبطة بتوقيتات. يعني البرنامج عشان يصح وصف البرنامج انه حد يقول هيعمل ايه، منين، وقت قد ايه، ازاي، وايه آلية الحساب على تنفيذ هذا الكلام. احنا قدام الخطاب اللي ألقاه شفاهة رئيس الوزراء واللي وزع مكتوب ده كلام إنشائي، وقدام برنامج العمل اللي احنا بندرسه في اللجنة اللي شكلت لدراسة البرنامج في المحاور السبعة، وده الأهداف فيه الحقيقة متواضعة جدا، ولا تليق بمستوى اللحظة اللي مصر بتواجهها ولا بطموح ولا تطلعات الناس. وقبل ده كله وأهم منه، احنا مش قدام حكومة هتكلف النهارده، دي حكومة بتشتغل بقالها 6 شهور، فلازم لما تقول كلام احنا نقارنه بالأفعال ونشوف مدى اتساق القول مع الفعل علشان نقدر نقيمه. يعني حتى الحكومة لو قالت كلام حلو ففعلها سيء، والناس شايفة ده في الشارع، شايفاه في الاقتصاد وشايفاه في الخدمات. بالنسبة لي أنا كراجل منتخب من الناس المفروض يرضيني اللي يرضيهم ويغضبهم اللي يغضبني، والعكس. أنا شايف بصفة عامة إن الناس مش راضية عن أداء الحكومة ومعاها كل الحق، وعلشان كده وللسبب ده ورغم إنه إحنا شايفين الأداء السيء ده، لكن إحنا تعاطينا بإيجابية مع الأمر. اقترحنا بدائل، دخلنا في البرنامج واتناقشنا مع الوزراء اللي جم حضروا اللجنه، وقلنا منين نقدر نجيب ايرادات وفين نقدر نوجه النفقات غير اللي موجود في البرنامج، اللي هو في مجمله مزيد من الضغط على الطبقه الوسطى وما دونها، ومزيد من الدعم او حتى غض الطرف عن الطبقات الاعلى. وده كلام انا بنبه للصالح العام، ده لعب بالنار، ده لعب بالنار. لو هنضغط اكتر من كده على الناس اللي هي مش لاقيه ومتوقعين ردود فعل يعني مش مرحبه، انما يعني متكيفه مع الوضع ده، يبقى احنا كده بنخاطر بما لا يجب ان نخاطر فيه. تمام. كان في طعون متقدمه في الدايره بتاعت حضرتك على دستوريه الانتخابات، وكان في قواضي مرفوعه وطعون. في، بس هو ممكن يكون سؤالك ده مهم من زاويه انه